السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. هنعمل بقى مع بعض النهاردة كده بودرة السحلب كده الخطيرة، بمناسبة بقى الشتاء والجو البرد ده. عاوزين بقى نجهز كده مع بعض شوية بودرة سحلب تحفة. مكونات سهلة جدا وبسيطة، وبصوا عايزة اقول لكم التكلفة لا تذكر جنب السحلب اللي هنجيبه من بره، وكمان طعم تحفة. محتاجة بقى نص كوباية من النشا، ومحتاجة نص كوباية من اللبن البودر، ومحتاجة نص كوباية من السكر البودر، ومحتاجة نص كوباية من الكريم شانتيه. عاوزة اقول لكم بقى ان الكريم شانتيه تحفة 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 في السحلب، احلى بكتير من نشا الرز. مش بينشي كده ولا بيكون ناشف ولا تكتلات زي النشا الرز ولا اي حاجة، بجد وطعمه كده غني وحلو جدا. المكونات الحلوة دي بقى ضفت كمان عليهم فانيليا، وهقلب كده البودر اللي معايا ده كله. شايفين بقى اللون؟ عاوزه اقول لكم بقى اللبن البودر مع الكريم شانتيه مدي طعم غني جدا بجد. وكمان معايا طبعا اساسي في بودرة السحلب السمسم المحمص. ضفت بقى كده سمسم محمص، وضفت كمان 3 معالق من جوز الهند. السمسم المحمص من اساسيات بودرة السحلب اللي اتعودنا عليها. جوز الهند ممكن تستغني عنه لو مش بتحبيه، لكن هو بيدي طعم وبيدي نكهة حلوة جدا جدا للسحلب. يعني في ناس اصلا بتستخدم للسحلب اساسي حاجة كده اسمها نكهة جوز الهند او ريحة جوز الهند، دي بتيجي من العطارة. بتستخدم 2 جرام منها، بتودي السحلب في حتة تانية. لو مش متوفرة هنضيف بقى جوز الهند الطبيعي، بجد ريحة وطعم حلو قوي. طبعا المكسرات اساسي برضو معايا. مش لازم مكسرات غالية ولا حاجة، احنا حطينا سمسم وحطينا جوز الهند، وكمان ممكن الزبيب طبعا كمان من اساسيات ال- السحلب. واكيد المكون برضو معانا الاساسي هو الفول السوداني المحمص المتقشر. بنضيفه ممكن يعني نديله جرشة كده خفيفة ونضيفه، بيدي طعم حلو برضو غني جدا للسحلب. ممكن تضيفيه مع البودر، وممكن تضيفيه وقت ما تكوني بتجهزي السحلب، لو انتي خايفة انه يطرى او حاجة مع البودر وعاوزة تضيفيه كده طازة. برضو مفيش مشكلة، ده اختياري. لكن بقى شايفين البودر بتاعنا قد إيه لونه حلو، غني جدا. مدياله يعني المقادير اللي انتي عاوزاها. ده بقى كان شوية كده عين جمل عندي كده، جرشتهم وضفتهم معاه. انتي بتتحكمي فيه، تحكمي في كمية المكسرات اللي انت عاوزاها، كمية البودر اللي انت عايزاها. عاوزة اقولك ان الكمية دي لو انت هتشتريها من بره بجد غالية، غالية. وفي نفس الوقت مش هتكون زي ما انت حابة. يعني مش هتكون مثلا متحكمة بالكمية السمسم زي ما انت عاوزة، كمية المكسرات زي ما انت عاوزة. مش هيكون فيها الكريم شانتيه قوي. بيكون غالبا نشا الرز او دقيق الرز، وهو يعني في ناس بتعتبره اساسي، مفيش اي مشكلة منه خالص. لكن لو جربتي الكريم شانتيه هيعجبك جدا جدا، وبجد هتستغني خالص عن نشا الرز. طعم اغنى واحلى واخف بكتير جدا من نشا الرز. وكمان زي ما قلنا مش بينشي كده ولا بينشف. كده بقى خلصت الكمية بتاعتي، هبتدي بقى ان انا اعبيها كده تبقى جاهزة عندي كده في برطمان، عشان وقت ما احتاج ان انا اعمل سحلب الاقيها في حاجة كده محكمة، علشان ما طبعا الريحة وما تطرش. معايا بقى كده كوبايتين بقى من اللبن، هنجهز بقى معاكم كده السحلب على الطبيعة. كوبايتين بقى من اللبن، على هضيف بقى لكل كوباية من اللبن معلقة كبيرة من بودرة السحلب اللي احنا جهزناها. وهنقلب بقى المكونات كده على البارد، وارفعهم على النار. شايفين بقى مفيش اي تكتل خالص. يعني حاجة بس خفيف جدا، يعني خفيفة قوي، مش مديانة اي تكتلات خالص. السكر طبعا حسب الرغبة، لو حابة تضيفي سكر مفيش مشكلة، بس انا اكتفيت بالسكر البودر اللي انا حطيته، وما حلتش اكتر من كده. تمام، انا بالنسبة لي كده السكر بتاعها تمام. جربي الوصفة تلاقيها حلوة وخفيفة، ولو عجبتك ما تنسيناش بلايك وشير وسبسكرايب. سلام.